ايه السر اللي يخليني استمر في الاهتمام بنفسي من غير ملل او كسل او تسويف؟ في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي نبطل تسويف وازاي نبطل كسل، خصوصا في الاهتمام بنفسنا. يلا خليكم معايا لاخر الفيديو علشان في نقط مهمة واسرار هي اللي هتساعدك انك تلتزمي باي روتين تعمليه في الاهتمام بنفسك. كتير مننا لما بيقرر يهتم بنفسه بيبقى في الاول متحمس جدا وفعلا يبدأ يعمل خطوات صغيرة، بس بعد يومين 3 يبدأ الكسل ونقول بكرة وبعده لما الاقي وقت، مع ان الروتين اليومي والاسبوعي او حتى الشهري مش بياخد وقت كبير خالص من يومنا، لكن برضه بنكسل وبنسوف. وعلشان كده انا عملت لكم الفيديو بتاع النهارده هقول لكم فيه على خطوات بسيطة ومهمة جدا. الخطوات دي اول ما يجيلك احساس الكسل او التسويف مجرد ما تبصي عليها هترجع لك طاقة ونشاط يخلوكي تتحركي فورا. وعلشان كده لازم تكملي الفيديو للاخر، لانك لو عرفتي الخطوات دي وطبقتيها هتوصلي للنتائج اللي نفسك فيها فعلا، سواء كان اهتمام بشعرك او ببشرتك او حتى علاج مشكله معينه مضايقاكي والناس دايما بتعلق لك عليها وانت بقيتي مش قادره تستحملي كلامهم. فخلينا نكمل مع بعض ونشوف ازاي نهتم بنفسنا ونعمل روتين حقيقي من غير ما نمل او نكسل او نسوف. يلا بينا. أول مشكلة بتواجهنا وبتخلينا نكسل أو نمل أو نسوف هي إننا بنعمل خطة كبيرة ومثالية زيادة عن اللزوم، روتين كامل للعناية، ساعة رياضة يوميا، أكل صحي 100%، وبعد يومين بنتعب ونكسل ونسيب كل حاجة. الحل هو إنك تبدأي بحاجات صغيرة، وده شعارنا في قناتي عيشيها صح. تضيفي حاجة صغيرة كل يوم ليومك، ولما تثبتي عليها بعد كده تروحي على الخطوة اللي بعدها، زي ماسك بسيط للوش مرة في الأسبوع، زي الحاجات البسيطة اللي بتبقى سهلة على دماغك وما تحسيش إنها حمل تقيل عليكي. أما الخطوة التانية إنك تربطي الاهتمام بنفسك بالمتعة. يعني إيه؟ يعني اعملي الحاجة اللي انت بتحبيها وانت بتعملي الروتين بتاعك. شغلي قرآن وانت حاطه الماسك على وشك كده واقعدي في استرخاء واسمعيه. لو بتحبي القراءة ممكن تقرأي كام جزء من الكتاب. اشربي القهوة أو النسكافيه بتوعك في الوقت ده. كده مش هيبقى الاهتمام بنفسك واجب ممل، بالعكس هيبقى حاجة بتستنيها. الخطوة الثالثة هي روتين يومي صغير. هتختاري 3 حاجات أساسية ما ينفعش يعدي يومك من غير ما تعمليها، يعني مش هتعملي 10 ولا 15 حاجة كل يوم، لا 3 حاجات بس. وبعد كده هتضيفي عادة الكتابة في يومك، انك هتكتبي حاجات صغيرة حلوة انجزتيها او حاجات حلوة حصلت في يومك، ومع التكرار صدقيني هتبقى عادة تلقائية انت بتحبيها. الخطوة الرابعة انك تكافئي نفسك. كل اسبوع داومتي فيه على الاهتمام بنفسك كافئي نفسك بحاجة صغيرة، مش لازم حاجة غالية، شوكولاتية بسيطة، قاعدة مع حد بتحبيه. المكافأة بتديكي حافز ان انت تكملي. الخطوة الخامسة غيري الروتين علشان ما تزهقيش. لو كل مرة بنفس الشكل بنفس الاسلوب بنفس الطريقة طبيعي جدا ان انت تزهقي. جربي منتجات مختلفة، غيري ترتيب خطواتك او حتى مكان اللي انت بتعملي فيه الروتين بتاعك. الخطوة الستة اكتبي اهدافك واسبابها ونتائجها، وده بقى اهم سر في الفيديو بتاع النهارده. زي ما دايما بنقول في فيديوهاتي في قناتي عيشيها صح، اي هدف عايزه تعمليه لازم تكتبيه. اكتبي الهدف وليه اخترتيه والدافع اللي خلاكي تبداي فيه، وكمان اكتبي النتائج اللي هتوصلي لها لو كملتي. ليه؟ علشان وقت ما يجيلك الكسل مجرد ما تبصي على الورقه دي هتحسي انك رجعتي لنفس النقطه اللي قررتي فيها تعملي الهدف من الاساس. والاجمل كمان لما تبداي تشوفي النتائج اللي هتحققيها بعد ما تخلصي الهدف ده، ثقتك بنفسك بتزيد وحماسك بيعلى والكسل هيطير من عندك فورا. الخطوة السابعة هي انك تسامحي نفسك لو قصرتي في يوم. الموضوع مش موضوع كمال، المهم الاستمرارية. فوتي يوم عادي كملي تاني، ما تعاقبيش نفسك، كافئي نفسك بالرجوع لهدفك مش انك تقطعي الهدف من الاساس. يعني في النهاية لازم يبقى سرك ان الاهتمام بنفسك يبقى اسلوب حياة ممتع وبسيط، مش مهمة تقيلة وصعبة. لازم تبدأي بحاجات صغيرة وتكتبي اهدافك واسبابها، وفكري نفسك بالنتائج دايما، وكافئي نفسك على كل خطوة. صدقيني هتوصلي لمرحلة ان الاهتمام بنفسك يبقى شيء طبيعي جدا وسهل. هنا هنسأل بعض سؤال مهم جدا: ليه لازم احافظ على الاهتمام بنفسي؟ وازاي اعمل ده حتى في اصعب الاوقات اللي بكون مكسلة فيها؟ لما بتهتمي بنفسك حتى وانت مش قادرة او في اصعب وقت، انت كأنك بتدي لنفسك رسالة داخلية ان انا استحق. لو استسلمتي للكسل والإهمال عقلك الباطن بيترجم ده انك مش مهمة وانك اخر اولوياتك، ومع الوقت ده بيأثر على ثقتك في نفسك وبيخلي دايما اي ضغط او مشكلة بسيطة تأثر عليكي جامد. لكن لو غصبتي على نفسك خطوة صغيرة بس، حتى لو غسيل وشك، تغيير هدومك، بتبعت إشارة قوية لنفسك إنك لسه واقفة ولسه قادرة. الاهتمام بالنفس في اللحظة اللي مكسلة فيها مش رفاهية، دي مقاومة ضد الاستسلام. طيب ليه ده مهم؟ أول حاجة لأنه بيحافظ على طاقتك، بدل ما تغرقي في دوامة الكسل بتحافظي على خيط بسيط جدا يطلعك منه. رقم 2 إنه بيرفع معنوياتك، خطوة صغيرة بتديكي إحساس بالإنجاز وتفتح نفسك لخطوة أكبر منها. رقم 3 بيحميكي من تراكم الإهمال، لأن الكسل مش بيقف عند يوم وبس،
لو سبتيه بيتحول لأسلوب حياة حرفيا. رقم 4 بيعلمك الانضباط، إنك تعملي الحاجة حتى لو مش عايزاها، ده اللي بيفرق بين اللي بيغير حياته واللي بيفضل مكانه. وعايزاكي تاخديها قاعدة، اهتمي بنفسك في الأوقات اللي مش قادرة فيها أكتر من الأوقات اللي بتكوني متحمسة فيها، لأن دي اللحظة فعلا اللي بتختبري فيها حبك لنفسك. خليني اديكي خطوات بسيطة وحقيقية جدا تقدري تعمليها حتى وانت في عز الكسل. من بساطتها ممكن تحس انها تافهة، بس هي دي اللي هتشجعك وتخليكي تتحركي احسن ما تفضلي قاعدة في مكانك وما تتحركيش. رقم 1، اول ما تبقي حاسة ان انت وراكي حاجة عايزة تعمليها ومش قادرة تتحركي من مكانك، قومي اغسلي وشك غسلة سريعة، مش استحمام ولا روتين طويل ولا اي حاجة، بس تدخلي الحمام وتغسلي وشك. الخطوة التانية هتغيري اللبس اللي عليكي، غيري لبسك حتى لو هدوم بسيطة ونظيفة، هتديكي احساس انك لسه في يوم جديد. رقم 3، رتبي سريرك وسراير اطفالك لانهم بياخدوا اكبر مساحة في الغرفة. حتى لو مش عندك طاقة تنظفي البيت كله، مجرد انك تفردي الملايات وتظبطيها وتظبطي المخدات هيديكي احساس كبير بالترتيب. اما رقم 4، شمة هوا بسيطة، افتحي الشباك دقيقتين او اطلعي البلكونة، التغيير البسيط ده بيهز الكسل جواكي. رقم 5، هتهتمي بمظهرك اهتمام بسيط جدا. اكيد طبعا مش هقولك حطي ميك اب ولا اعملي كده، احنا اصلا كسلانين مش قادرين قمنا نغسل وشنا بالعافيه، بس تحطي كريم مرطب، تسرحي شعرك كده بسرعه وتلفيه، ترشي رشه برفان بسيطه مش هياخدوا كلهم على بعض منك 5 دقايق. رقم 6، خطوه واحده من حاجه مأجلاها. لو عندك حاجات كتير متراكمه مش هقولك قومي اعمليها كلها، ولكن اعملي حاجه واحده بس منها، زي انك مثلا تلمي الغسيل من على المنشر، لو عندك مواعين اغسلي الكوبايات بس او المعالق بس. الخطوات الصغيره دي بتفتح باب لباقي المهمات. الفكره مش انك تعملي كل ده، الفكره انك تختاري خطوه واحده بس وتلزمي نفسك بيها حتى لو مش عايزه، هتلاقي بعدها الكسل بدا يخف شويه بشويه، ومش بعيد تلاقي نفسك انجزتي كل الحاجات اللي وراكي بس لانك اتحركتي اول خطوه. وفي النهايه عايزه اقولك اوعي تستسلمي للكسل مهما حصل، اوعي تخلي الكسل يسيطر عليكي ويتحكم في اي مهمة انت قررت تعمليها ويخليكي تأجليها او تسوفيها. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا، وما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا باقي الفيديوهات الجديدة. يلا استودعكم عناية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.